طيب علي من مصر. علي من مصر. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. ازيك يا اخ صالح، اخبارك؟ يا هلا بيك. والله يا اخ صالح، انا عايز ارد على النقطه بتاعت الراجل اللي اتكلم على القوميين وعلى جمال عبد الناصر وعلى مصر. طب ما احنا جمال عبد الناصر لحد اليوم كل الحكومات بتهد في انجازاته وما زالت انجازاته قائمه، من حديد وصلب، من سد عالي، من مصانع قويه جدا في مصر، غزل ونسيج، الى عماله 28,000 عامل في الورديه. تقدر تقول لي اي حاكم من حكام العرب عمل شيء زي جمال عبد الناصر؟ حارب بريطانيا، خلى ايدن يود كيدو في بريطانيا. طبعا على كل حال عبد الناصر لا احد ينكر الحقيقه بعض انجازاته، ولكنه كان ايضا ديكتاتورا وانفرد بالحكم، وهذا على والله يا اخي ديكتاتور. هذا ما يقوله فيه المنصفون، حتى لا انحاز انا لا للاخوان الذين لا يرون فيه الا كل شر مستطير، ولا ايضا لانصاره الذين يرون فيه ما شاء الله ملك زمانه. ولكن الحاكم الحالي، دعني من عبد الناصر رحمه الله الان يعني الرجل يعني في ذمه الله، دعني الآن في من يريد أن يتشبه به، وهو منه، وعبد الناصر منه براء. لا يتشبه به السيسي، لا يتشبه بعبد الناصر. السيسي يا رجل بالنسبة لأنصاره هو عبد الناصر الجديد. لا ونتمنى يكون عبد الناصر الجديد، واللي ما لا واللي ما لا. يعني أنت تعرف السيسي، أنا أقول لك على حاجة، ما هو وجه الشبه بين السيسي وعبد الناصر؟ لا يوجد شبه بين عبد الناصر والسيسي. طيب هتقول لي ما وجه شبه؟ الاثنين خريجين المؤسسه العسكريه، بس هذا هو. كان ضابط صغير، اليوم السيسي هو راس الجيش المصري. طيب على كل حال يعني السيسي باعتقادك وهو يعني يبحث عن الحصانه وما اليه، ويقول احفظوا لي وزاره الدفاع وانا ربما اذهب الى. انت تعلم ان شبكه رصد هذه مزوره، وانت تعلم ان هذا الفيديو مفبرك، وان هذا التسجيل الصوتي تم المونتاج عليه، وانت تعلم ذلك، وانت تجلس في لندن في قمه الحمايه وتتكلم. هل انت تذهب الى شوارع الدول العربيه؟ هل انت تعيش في الدول العربيه؟ هل رايت ال 33 مليون مصري لما نزلوا ندهوا؟ يا صديقي انا اعرف اذا ذهبت الان الى مصر ربما اعتقل. هذا صديقك السيسي لا يسمح بالرأي الآخر يا صديقي، هذه المشكلة. صديقي السيسي هذا ليس صديقي، هذا الرجل هو رأس الجيش المصري والجيوش المصرية، وهذا الجيش الوحيد المتبقي في الدول العربية. لماذا تريد أنت انهيار الجيش المصري بعد انهيار الجيش السوري والجيش العراقي؟ بالعكس ما قال لك أنا أريد لا، أنت داعية للأمريكان والبريطانيين. موقفي أنا أن الجيش المصري قادر على ضرب أي أحد وعلى أي ضرب أي مقام. يا علي لا يعنيك موقفي أنا إنسان خارج المشهد، ولكن المصريون يريدون. لا يعنيني موقفك، لأنك قلت أنت من يحدد الحوار. دعني أكمل. أنصار الديمقراطية الآن يقولون أن الجيش المصري على الرأس والعين، ولكن يهتم بشؤون وهي حماية البلد، وليس تدخل في السياسة والانقلاب على رغبة الناس. لن ننقلب. 33 مليون مصري دخلوا موسوعة جينيس، نزلوا وطاحوا بالإخوان. يا رجل 33 مليون، صلي على النبي، هذه أكذوبة لم يعد يصدقها حتى الذي. أنا ممكن أوضح لك فكرة من الشارع المصري، وأنا أعيش في بريطانيا هنا من 12 عام. لقد شاركت في الثورة البصرية من أول يناير، قعدت لحد شهر 4 شهور وإحنا في الشوارع في مصر عشان نسقط حكم مبارك ونسقط المجلس العسكري. جاء الإخوان وقالوا لن نترشح لمجلس الشعب لإتاحة الفرصة لشباب الثورة، ودخلوا مجلس الشعب اجتاحوا على كل كرسي، وقالوا لن نترشح لرئاسة الدولة، وإذا ترشح أحد من طرفنا سنقف ضده، ودخلوا بالشاطر، وعندما الشاطر تم الإطاحة به دخلوا بمرسي. هذا كيان صهيوني إبداع، بدعة أمريكية صهيونية لتدمير الكيان المصري. يعني يا علي أضحكتني. أنا لا يعنيني الإخوان ماذا قالوا، ولكن هم دخلوا على كل حال، لم يصلوا لمجلس الشورى ولم يصلوا للبرلمان ولم يصلوا للرئاسة على ظهر دبابة، وصلوا بصندوق الاقتراع. يعني إذا كانوا هم قالوا لا ثم راجعوا أنفسهم، هذا يحق لهم يا صديقي. أني صندوق اقتراع. عندما دخلوا الانتخابات فكانت النتيجة الفرق بين شفيق لا يتعدى 50,000 صوتا. طيب وما المشكلة في ذلك؟ أين المشكلة؟ وتم تسليمهم الحكم. طيب أين المشكلة؟ والمشير طنطاوي الجيش المصري المحترم الشريف سلمهم الدولة المصرية، وذهبوا أحضروا محمد مرسي من بيته، ورئيس الحرس الجمهوري ضرب له التحية العسكرية لدرجة أن محمد مرسي خاف، وخدوه وحطوه في القصر الجمهوري وأصبح رئيس الدولة المصرية. طيب لكنه أداؤه المبالغ فيه في السوق، هو وأهله وعشيرته، هو من أطاح بالدولة المصرية، هو من أطاح بآخر حلم للإسلاميين. أنا مسلم وأحب أن رأية الإسلام تكون شريفة، لكن أين الإسلام من طيب هذا؟ يا علي أنت تعيش في بريطانيا،
أنت تعيش في بريطانيا؟ نعم أعيش في بريطانيا. يبدو أنك لم تتعلم ولا درس واحد من الديمقراطية في بريطانيا. لا أنا أتعلم هنا ودرست وخريج جامعة هنا. شكرا لك. إذا